السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم جيتكم بملك الأكلات التونسية، الكسكسي بالعلوش. وشكون ما يحبش الكسكسي بالعلوش؟ كسكسي بطريقة مبسطة وطريقة سهلة، وخلينا نشوفوا الخطوات بدون تعقيدات. قبل هذا نطلب منكم طلب صغيرون، أنكم تعملوا لايكات لأنها تدعم القناة. ويلا بينا نبداو. انا هنا استعملت تقريبا 600 جرام كسكسي، يعني عملت ارطل وزدت شوية من باكو اخر. اول شيء ان نجي نحط للكسكسي فلفل كحل وملح وتابل وكركم وعواد قرفة والمسمار اللي هو عود قرنفل، ونخلطوا النواشف هذمكم. بعدين نزيدوهم زيت زيتونة، والا كان تحبوا تعملوا الزيت العادي، زيت القطاني ولا دوار الشمس. نحطوا كمية زيت زيتونة ونحاولوا نبتبتوه بيدينا باش ندخلوا الزيت لكل حبيبات الكسكسي بطبيعة باش ما يسقش من بعد في التفوير. بالنسبة للخضار نجيبوا بصل وجزر وبطاطا وملفوف وفلفل. طبعا ممكن تضيفوا حتى القرع الاخضر ولا القرع الاحمر يزيد يبنن. انا هنا جبت تقريبا كيلو لحم علوش. اخترت يكون فيه شوية شحم باش يعطيك الطعم تاع العلوش. قبل كل شيء نجيب شوية تابل وملح ونحل الفلفل ونحط فيه اللفاح هذاك كي باش نقليه يعطي طعم للزيت. نحلو كل قرن فلفل بيدنا ولا حتى بالسكينة ونحطو فيه التابل والملح. نجيبو الطنجرة ولا المقفول اللي باش نطيبو فيه مرقة الكسكسي، ونحطو فيه كمية باهية من الزيت، ونقليو كل الفلفلات اللي حطينا فيهم لفاح، خليهم يتشوحوا. على فكرة الخطوة هذه تعطي بنة للمرقة متاع الكسكسي، ولا حتى تعملوها حتى في وصفات أخرى، مثلا حتى في صوص المقرونة. بعد ما يتقلوا معانا الفلفل نخرجوهم بالطبيعة ونهبطوا عليهم البصل المقصوص قصان متوسط، ونحطوا عليهم كعبات بصل كبار معاهم، وكل البصلات نخليهم يتشوحوا شوية يعني يتقلوا. وتوا نهبطوا كمية اللحم تاعنا، نخليوه يذوب يتقلى شوية مع البصل. طبعا نقلبوهم شوية باش تجيهم حرارة الزيت والبصل المقلي باش يدخل فيهم. نضيفوا 3 ملاعق كبار طماطم مركزة. انا الكمية هذه تقريبا بتاع 6 اشخاص. هنا نضيفوا التوابل اللي هي الفلفل الاسود والكركم والملح. كان تلاحظوا ما حطيتش التابل لانه التابل مع اللحم العلوش ينحي البنة بتاع العلوش، خلي طعم العلوش هو اللي واضح في مرقة الكسكسي. اذا باش تعملوا بالبقري ولا بالدجاج حطوا التابل، وممكن تزيدوا الهريسة العربي والا الفلفل زينة الحارة، ونزيدوا له شويه ماء مغلي، شويه ماء سخون، شويه كميه قليله باش تتحلك الطماطم وتتقلى شويه وما تتحرقش. المره الثانيه نعاودوه شويه ماء. على فكره ما نزيدوش الماء مره واحده لانها ممكن تمصت المرقه كامل، يعني كما تشوفوا كل مره نزيد شويه حتى لين يتقلى كل الطماطم وتنحي القروسيه بتاعها. وفي الاخر بعد ما تقليت بالكدا نزيدوا الكميه اللي هي بزياده باش نخليو الكسكسي فوقها يتفور. طبعا نجيبوا الكسكاس ونحطوه فوق المقفول ونفرغوا الكسكسي اللي فوحناه قبيله. نحطوا الكميه كامله ونعملوا حفره في الوسط
باش يدخل البخار للحبيبات الكسكسي ويفورها بسهولة وأقل وقت. بعد ما تفور التفويرة الأولى، شنو معناتها تفور؟ كي تشوفوه يعني خرج بزايد أكل بخار والحبة الكسكسي طرات شوية، نجيبوها نحطوها في صحفة كبيرة ونحطو الليدام بتاعها اللي هو الزيت اللي يكون فوق المرقة، دوب شوية يعني ما نغرقوش بالمرقة، دوب باش ياخو اللون فقط. كما تشوفوا حطيت شوية ماكل الليدام الفوقاني، المرقة الممزوجة بالزيت، ونقعدوا نخلطوها باش تتخلط كلها ويصير كله نفس اللون. وبالنسبة للحمص فما ناس تحط في المرقة نفسها، وفما اللي يحب يغليه وحده. انا خديت الحمص منفخ وحطيت عليه شوية فلفل اسود وشوية كركم وغليته على جهة. توا جا دور الخضار باش نهبطها في الطنجرة، نحطوها في المقفول باش تاخو غلوة، ونرجعوا الكسكسي اللي حطيناه قبيله. تقريبا زدنا نص ساعة بعد ما غلفناه بك المرقة وطاب الكسكسي بتاعنا. مسوه بيدكم تحسوها طرية، يعني حبة الكسكسي طرية. وهنا جا دور نسقيو الكسكسي. تو باش نحطوا المرقة اللي يلزمها الكسكسي ياخذها. حطيت ودخلوا بالمغرفة باش تدخل الصوص، ونغطيوها شوية ترتاح. بعدين نجيو نزينوا وجه الكسكسي، وهذايا الشكل الاخير اللي نحطوا اللحم والخضار. وهنا انا نسيت ما حطيتش الحمص بالرغم هو طاب. زينوه من الفوق بالحمص يجيكم مزيان. اذا عجبكم الفيديو يا ريت تشجعونا بلايكاتكم وتعليقاتكم الحلوه. شكرا.